يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجه معانا معلقتين سكر بمعلقه كبيره، ومعلقتين ملح بمعلقه كبيره. هضيف عليهم كمان معلقتين خل بالمعلقه الكبيره، وبعد كده دوبتهم كده مع بعض. وهبدا بقى اضيف الميه بتاعتي، ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام بالشكل ده. وبعد كده بقى هدوب بقى الملح والسكر والخل في قلب الميه كده. اول ما يبداوا يدوبوا معايا هجيب الفرخه طبعا كنت غسلاها كويس جدا، وكنت مصفياها في المصفى. جبتها وحطيتها كده في محلول نقعي زي ما انتم شايفين. هسيبها من نص ساعه لساعه منقوعه كده في قلب المحلول. وتعالوا نعمل مع بعض التتبيله اللي بتخلي ريحتها كده جايبه اخر الشارع، تتبيله المشويات اللي طعمها تحفه. معانا هنا اول حاجه ايه؟ معلقه ملح كبيره، هضيف عليها ميه بصل، وهضيف عليها كمان معلقه خل كبيره، وكمان معانا هنا معلقتين زيت برضو بالمعلقه الكبيره. تمام. وهنا معانا نص معلقه كبيره من الليمون، عصير الليمون. ونبدا بقى نضيف البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كزبره، وكمان معلقه صغيره كركم. تمام. ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره صوص البابريكيو، وكمان معلقتين صلصه برضو بالمعلقه الكبيره. تمام. حلوه قوي كده. لو اي بهارات من اللي احنا قلناها دي مش موجوده عندك عادي خالص، ممكن تستغنى عنها. واروح جايه بقى مدوبه كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا. بصي بقى الخليط بتاعنا، التتبيله بتاعتنا تحفه ازاي، وريحتها حلوه قوي. تعالوا بقى نجهز الصينيه اللي هنسوي فيها. معانا هنا الصينيه وحطيت فوقيها الشبكه اللي هي الشبكه بتاعه الفرن. بالنسبه للصينيه دي انا هحط فيها كوبايتين ميه. تمام. وحطيت فوقيها الشبكه زي ما انتم شايفين عشان ادخلها الفرن. تعالوا بقى نجيب الفراخ ونبدا بقى نتبلها مع بعض. هجيب بقى الفراخ اشيلها كده من محلول نقع على طول، مش هشطفها ولا اي حاجه خالص. وهروح جايه متبلاها بالشكل ده، وادخل بقى التتبيله في الفتحات اللي انا فاتحاها في الفرخه وتحت الجلد كده بالشكل ده. تمام. واروح جايه بقى حطاها على الشبكه اللي انا حطاها على الصينيه. تمام. وبرده اتبل دي كمان برده كده، وادخل التتبيله جوه الفتحات وتحت الجلد بالشكل ده. حلو قوي كده. تمام. طبعا ايد بتشيلي بيها من المحلول نقع الفراخ، والايد التانية بتتبلي بيها اهو زي ما انت شايفاني كده اهو. ايد بشيل بيها من محلول نقع، والايد التانية بتبل بيها. وتدخلي كويس كده تتبيله جوه الفتحات الفراخ كده، عشان الفراخ تبقى شاربه معاك التتبيله كده وطعمها حلو. ممكن طبعا تروحي جايه سايباها شويه في التلاجة في التتبيله كده، وبعد كده ابداي سويها. بس انا هسويها على طول معاكم. طبعا خلاص تبلت الفراخ بالشكل ده. هروح جايه بقى رش عليها شويه كده على الوش، وهضيف الميه. بس هو المقطع ده وانا بضيف الميه ما جاش، معلش. ضفت ميه في الصينيه كوبايتين كبار، ورحت جايه مغطياها بورق الالومنيا كده زي ما انتم شايفين. ودخلتها على الفرن السخن على درجه حراره 180، وكنت حطاها في الرف الوسطاني، وسبتها لمده ساعه. وبعد الساعه ما شغلتش عليها الشوايه ولا اي حاجه خالص. طبعا هو حسب كل فرن، ممكن تاخد معاكي من ساعه لساعه ونص. طفيت عليها وطلعتها بالشكل ده. ممكن تفتح عليها الشوايه لو انت حابه، بس انا ما شغلتش الشوايه. وطلعتها بالشكل الجميل ده. ريحتها حلوه قوي قوي قوي، وطعمها فعلا جميل جدا، وشكلها تحفه برده زي ما انتم شايفينها، ومستويه ما شاء الله عليها. هجيب لكم بقى حته كده انا كنت سايباها على جنب كده، ما لقيتش مكان في الطبق، رحت سايباها على جنب. وهقطعها معاكم كده واوريكم قد ايه هي ما شاء الله عليها مستويه وطريه جدا كده وحلوه قوي. بصي، والتتبيله مدخلاها جوه اللحم كده تحفه. ان شاء الله هتجربوا الطريقه بتاعتي وهتعجبكم، سهله وبسيطه. ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، واكتبوا لي كومنتات حلوه. طعمه جميل جدا، بدون بيض ولا حليب، بكوبايتين دقيق عملت 21 قطعه جاتوه. الكيكه هشه قطنيه، الكريمه طعمها جميل جدا، وبصي وشكله تحفه. ان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم. طريقته سهله وبسيطه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف الطريقه، ويا رب الطريقه تعجبكم. حضرت صينيه مقاس 30 في 40، حطيت فيها نقطه من الزيت، ورحت جايه دهنها كويس جدا بالشكل ده. بعد كده بقى هضيف عليها معلقه كبيره من الدقيق وابطنها. وطبعا الدقيق الزايد دوت اروح جايه منفضاه كويس جدا، ويبقى كده خلاص الصينيه بتاعتنا جاهزه معانا. بعد كده بقى حضرت طبق ومنخل، وهبدا اضيف فيه دقيق. النهارده انا مستخدمه دقيق الضحى. وطبعا الكوبايه اللي بعاير بيها مقاديري هي اللي بعاير بيها مقاديري كلها. حطيت هنا كوبايتين من الدقيق، وبعد كده هضيف عليهم ربع كوبايه من النشا. تمام كده. وهنخلهم الاول،
وبعد ما نخلتهم هروح جايه تاني حطاهم في قلب المنخل، واروح جايه بعد كده بقى نحط عليهم شويه حاجات بسيطه جدا هتخلي الكيكه معاكي هشه وقطنيه ولونها فاتح كده وجميله جدا. معانا هنا ايه؟ كيك شيف او بيكنج باودر، ده او ده، بس انا الصراحه بحب استخدم كيك شيف، وذره صغيره جدا من الملح. وبعد كده نخلتهم تاني بالشكل ده كده. تمام. خلاص كده، خلاص الدقيق جاهز معانا. الخطوه اللي بعد كده بقى، حضرت طبق وضفت فيه كوبايه من الميه، وكمان هضيف عليه كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي خالص. هقلبهم كويس جدا لغايه السكر لما يدوب معانا تماما. وبعد كده هضيف عليهم نص كوبايه زيت، يفضل يكون الزيت نوع كويس عشان خاطر ريحته. بس كده. وبعد كده هنضيف عليهم كيسين فانيليا بيدي ريحه حلوه قوي للكيكه. هي دي مكوناتنا السايله، بسيطه خالص واقتصاديه زي ما انت شايفه. هنضيف بقى هنا الدقيق ونبدا بقى نقلب ونشوف سمك العجينه بتاعتنا. هنقلبها بالشكل ده كده في اتجاه واحد. تمام. وطبعا وانا بقلب كده لقيت العجينه تقيله جدا لغايه لما ظبطت عجينه الايه الكيكه. طبعا ضفتها كلها نص كوبايه يعني بالشكل ده كده، بس في الاول كده بضيف شويه بشويه لغايه لما اوصل لسمك العجينه ده كده. خلاص ده المطلوب. هروح جايه على طول حطاها في قلب الصينيه وفردها كده في الجناب ومخبطاها في الرخامه. وطبعا اثناء وانا شغاله كده معاكم كنت مشغله الفرن سخن جدا معانا. الخطوه دي مهمه جدا، لازم الفرن يكون سخن. هتدخليها على طول في الرف الوسطاني على درجه حراره 180. كنت مشغله الفرن من تحت بس. حطيتها لمده 10 دقايق، مزودتش اكتر من كده. رحت جايه بعد كده مشغله عليها الشوايه دقيقتين كمان، ورحت جايه مطلعاها. اول لما طلعت طبعا سبتها تهدى تماما. وبعد ما هديت جهزت نص كوبايه حليب وعليها مكعبين شوكولاته، هيدوا طعم حلو قوي للكيكه. ورحت جايه مشرباها بالشكل ده كده. هتوزعيها بقى كده بالشكل ده كده. بس كده خلاص. تعالي بقى نعمل الكريمه. معانا كوبايه ونص من الكريم شانتيه. طبعا انا جايبه اللي هو النوع المتحده، جميل جدا بيبقى طعمه حلو وكمان بيدي معاك كميه كبيره. وبعد كده هضيف عليهم نص كوبايه من السكر حبيبات، وكوبايتين حطيت واحده لبن والتانيه كانت ميه. وطبعا الميه واللبن كانوا مثلجين. ضفتهم بالشكل ده كده وابدا بقى اضربهم. هفضل اضرب فيهم كده لغايه لما هقولك هوصل انهي سمك عايزينه يبقى سمك كده تقيل معانا بالشكل ده كده. شايفه هو ده المطلوب. خلاص كده وقفت بقى ضرب على طول، ورحت جايه بقى حطاها في كيس حلواني او كيس تلاجة الموجود عندك، وابداي بقى وزعيها بالشكل ده. تمام. خطوط كده على طول كده اسهل واحسن. بس كده. بعد بقى ما فردتها جبت بقى البتاعه دي اللي هي اسمها السكريبر بتنعم وش الجاتوه، رحت جايه فردها كده بيها ومنعماها. وكمان لو عندك برضو الشكل الزقزاق ده برضو تحجيه عاملاه، مش عندك بمشط نضيف يكون نضيف للمطبخ مخصصاه يعني للمطبخ بس، حاجه برضو عامله الشكل ده كده. ويدخليها بقى الفريزر لمده 3 ساعات. وبعد 3 ساعات نبدا بقى نطلعها مع بعض ونقطعها ونشوفها. هنا بقى حضرت كوبايه ميه مغليه ورحت جايه حاطه فيها السكينه عشان نبدا بقى نقطع الجاتوه بعد ما طلعناه بعد 3 ساعات. هروح جايه مطلعه السكينه من الميه ومسحها كويس جدا بالمنديل، واروح جايه مقطعه بيها يتقطع معاكي بكل سهوله. بصي زي ما انت شايفه كده، ويطلع شكله جميل جدا وانت بتقطعيه. بعد ما قطعتي التقطيعه دي ترجعي تاني حطها في الميه ومسحيها الميه المغليه، وارجعي قطعي وهكذا لغايه لما تقطعي الصينيه بتاعتك كلها بنفس النظام. وبرده قطعتها بالطول. وطبعا النهارده السكينه اللي كنت بستخدمها السكينه مشرشره، ماشي، سواء كبيره صغيره اي حاجه، بس اهم حاجه تكون مشرشره بتساعدك جدا في تقطيع الجاتوه. جيت هنا بقى عملت بقى شويه جاتوه كانوا موجودين يعني فضلوا معايا شويه صغيرين، حطيتهم جوه القمع كده، ورحت عامله روزتات صغيره بالشكل ده. وبعد كده جبت كمان ب10 جنيه كريز، رحت جايه قطعه كل واحده نصين وحطيتها برده كده على الروزتات. وكان عندي شويه شوكولاته كده في صوص، رحت جايه برده حطاهم بالشكل ده كده. الشوكولاته دي بقى لها عندي سنه تهيألي كده، بقى لها كتير قوي عندي، حطاها في الفريزر شويه صغيرين ب10 جنيه يقعدوا عندك قد كده. بصي بقى قطعه الجاتوه ما شاء الله جميله، الكيكه مظبوطه والجاتوه من فوق الكريمه من فوق مظبوطه وسمكها حلو قوي. هتروحي جايه حطاها كده في طبق التقديم، بجد حاجه كده فاخر من الاخر، شكل جميل جدا والطعم تحفه. بصي نقطعها كده مع بعض بالشوكه اوريكي قد ايه. بصي الكيكه هشه جدا اسفنجيه، ولا هي مكتومه ولا هي ناشفه ولا هي معجنه زي ما الناس بتقعد تقول، ولا اي حاجه، مظبوطه. اظبطي انت بس الفرن بتاعك والحاجه تطلع معاكي جميله جدا. وبالنسبه